صباح الفل والورد والطاقة الإيجابية. شايفين الجو جميل إزاي؟ تعالوا النهاردة هحكي لكم حكاية حلوة قوي. واحدة كنت أعرفها كانت طول الوقت تعمل دايت وتمشي عليه شوية بحذافيره وبمنتهى القوة، وبعد شوية تلخبط، فاللي نزلته ترجع تزيده وعليه شوية كمان، وتقعد كده شوية لحد ما يجيلها الحماسة تاني وترجع تمشي على دايت تاني، وتمشي عليه شوية ويجيلها الحماسة وبعدين الحماسة تروح، فاللي خسته ترجع تزيده وعليه شوية كمان، وفضلت على الحال ده سنين وسنين. ده غير انها لو فكرت تعمل دايت ما بتخسش، وجاية تسألني يا كوتش اعمل ايه؟ تعالي اقولك الاول انت عملتي ايه في جسمك وازاي نقدر نصالحكوا على بعض. يا ستي، احنا لما بندخل في حالة حرمان وقسوة على جسمنا ده اذكى مننا بمراحل، وبيحس ان هو في حالة عدم امان للوصول للاكل، فبيتحول من مود اللي ربنا خلقه عليه اللي هو مود الحرق للمود التاني الخطير جدا وهو مود تخزين الدهون. فبدل ما جسمك كان بيحرق في العادي في اليوم 1200 سعرة، بقى بيخزنهم وبيطلع سعرات قليلة قوي قوي، بس اللي بيرضى ان هو يخرجهم المسؤولة عن التنفس والهضم والإخراج، الحاجات البسيطة الأساسية. لكن بيقولك والله ما أنا حارق، ده في حاجة غلط، أنا مش لاقي أكل بشكل مستمر وحاسس بحرمان، فأنا هحافظ على السعرات الحرارية اللي داخلالي وهمسك فيها بإيدي وأسناني ومش هطلع ولا سعر. هو ده اللي حصل لجسمك، واللي بيحصل بسبب مشكلة شهيرة جدا عندنا، مشكلة اليويو دايتنج. اليويو دايتنج ده اللي هو نيجي فترة نعمل دايت وبعدين نبوظه، فجسمنا عامل زي اليويو، رايح جاي معانا رايح جاي معانا لحد ما هيعمل بلوك في وشنا. مش حارق ومش عايز منكم حاجة، أنا هكتفي بنفسي ذاتيا. ده كده السبب الأولاني اللي كان مزعل جسم سعاد منها. تعالي بقى أحكي لك على سلوى. سلوى دي كانت عايشة طول حياتها بحقن التخسيس. يا كوتش انا كل ما الاقي نفسي معايا شويه فلوس اروح اخد حقن التخسيس، اللي هي الحقن اللي هي اصلا بتاعه مرضى السكر، او اروح ضربه في اماكن السمنه الموضعيه حقنه على امل ان انا اخس. وصرفت في الموضوع ده الوفات مؤلفه، عشرات الالوفات. وكل ما كنت اروح لدكتور كان يديني الحقن دي وبرضه يعمل لي نظام غذائي، ولاني كنت ببقى واخده الحقن كنت بقول طب انا مش هعمل نظام غذائي، انا دافعه ومكلفه، انا هخس من غير ما اعمل دايت. وكنت بتفاجئ ان انا ما بخسش، وكان بيحصل لي مشكله كبيره جدا يا كوتش. كنت بلاقي الاماكن اللي بتحقن فيها بلاقيها كده مترهله وما تشدتش والدهون ما راحتش ولا حاجه، ده انا زودت على كتله الدهون كتلة ترهل. هو ايه اللي حصل؟ وتعالي يا كوتش اما اقولك على ابوخ موقف حصل معايا اللي بعده قررت ان انا مش هاخد حقن الدايت دي تاني. قلت لها ايه يا سلوى؟ قالت لي مره وانا في الشغل حسيت ان عايزه اروح التويلت، وفجاه لقيتني مش قادره اسيطر على التويلت وعملت التويلت على نفسي. وكان سبب ده الحقن بتاعه التخسيس، لانها بتخرج الدهون من الجسم بشكل غريب جدا، فما قدرتش ان هي تسيطر على التويلت. قالت لي من اليوم ده انا قررت ابطل بهدله في نفسي. بس في نفس الوقت هي ما كانتش عارفه تعمل ايه، وبدات تجيب لنفسها اكل صحي وتدلع في نفسها كمان، ما حرمتش نفسها من حاجه. يعني كانت في وسط الدايت تقول لي يا كوتش انا اكلت ايس كريم، كوتش انا اكلت ايس كريم، وما كنتش بكلمها طبعا، كنت بخاف منها، مش ما تقلقيش عليا انا ماشيه طول الوقت مظبوط، بس انا نفسي في ايس كريم. وهو ده الشطاره وهو ده الذكاء. وعايزه اقول لك ان هي لما عملت نظام غذائي متناسب مع قدراتها خست 30 كيلو من غير ما تحرم نفسها. سواء كنا بنعمل دايت كل شويه وبنبطله او كنا بناخد حقن تخسيس، جسمنا غضبان مننا جدا، وعلشان نصالحه محتاجين ان احنا نصبر عليه. ما عندناش حل يا جماعه غير ان احنا نتبع نظام غذائي طويل الامد، وبلاش نوتر نفسنا. يعني سواء كان عندنا فرح، عندنا مناسبه، مسافرين، هنتخرج، هنتخطب، عايزه ابقى شكلي حلو قدام مرات ابني، عايزه يبقى شكلي حلو قدام حماتي، عايزه يبقى شكلي حلو قدام جوزي، ده انا جوزي كل شويه بيقول لي كلام مش عارف ايه. سيبك من كل ده، اهدي، ريلاكس، ولا كأنك سامعه حاجه، ولا كأنك وسط ناس. اقبلي نفسك بالوضع الحالي وحطي لنفسك خطه غذائيه قابله للتنفيذ، وتحركي شويه زياده، وحطي قدام عينك سنه، انا هوصل للجسم المثالي بعد سنه.
سنة ده بعيد قوي يا كوتش. ده انا عايزاكي تقولي لي شهرين 3 اوصل للجسم المثالي. انت ممكن فعلا توصلي بعد شهرين 3، ما تقلقيش. بس انا عايزاكي تهدي على نفسك، لان التوتر اكتر حاجة بتخلي الحرق يقف. تخيلي، طول ما احنا متوترين، طول ما احنا معليين هرمون الكورتيزون، طول ما احنا متوترين، طول ما عمرنا ما هنحرق وجسمنا هيخزن. اول حاجة عايزاكي تهدي. تاني حاجة عايزين نمسح السيناريو السيء اللي جسمنا خده عننا. فبدل ما نوتر نفسنا ونقول لنفسنا أنا عايزة أخس الآن الحين 5 كيلو، قولي لنفسك لأ، أنا عايزة أخس في الأسبوع من نص كيلو لكيلو. واهدي على نفسك